السلام عليكم ورحمة الله. إلى كل من يشاهد هذا الفيديو أو يشوفه، سوي إعادة نشر مشاركة. أنا أخاطب العقل، الإنسان العراقي، الضمير، أخاطب كل شيء، كل التفكير. الفرق بين ما أدري شو أقول، مسلم مو مسلم، المهم عراقي. بين العراقي والأجنبي، المسلم يعرف بأنه أكو الله، وذاك الأجنبي ما أقول كافر هم يعرف أكو الله، بس ببال التفكير مو بأنه أكو الله راح يحاسبه بعدين. يعرف بأنه أكو جنة ونار، كل البني آدم تعرف أكو جنة ونار. أنا غايتي من عده هي شنو؟ إنما إحنا كمسلمين نعرف بأنه الله سبحانه وتعالى راح يحاسبنا بعد ما أي إنسان يموت. بعد أنا أموت أتحاسب، أعرف بأنه هذا أسوي غلط، هذا الغلط حرام، الله راح يحاسبني عليه. شو الفرق بين العراقي والأجنبي؟ مسيحي، يهودي، كاثوليكي، وباقي الديانات اللي الله نزلهن، وآخر دين هو الإسلام. الفرق هو أبسط فرق. راح أعطيكم فرق واحد يعني مجربه وشافعي. واحد من عندهن في سبيل المثال، ترافيك لايت خلينا نقول بالليل أحمر هنا وأحمر خلينا نقول بأمريكا، العراقي يعبرها بس الأجنبي ما يعبرها. صحيح ماكو أحد، وبأنه الأحمر إذا جاك من العكس، مو العكس، مقابلك اليسرى أو اليمنى راح يعبرك وانت تتحاسب. ماكو أحد بالشارع وبدون ما تصير حادث. شو تتوقعون؟ ياهو يتحاسب أكثر، أني أو أنت كعراقي مسلم؟ ذاك راح يوقف شنو؟ يحترم القانون. ليش أنت كعراقي ما تحترم القانون؟ يقول لك ها ماكو أحد، ما حد راح يضربني. الله سبحانه وتعالى الدين يقول امشي على قانون الحكومة تطبقه، الحكومة دي تطبق عليك، انت عليك تطبق القانون والباقي على الدولة. انا اخاطب مو بس الانسان العادي المدني، انا اخاطب كل الوزارات، من اكبر راس بالدولة الى اصغر موظف في الحكومة او البلدية. شو تجاوب ربك لما انت مسلم وتعرف القانون، والله سبحانه وتعالى قال بالدين بانه لازم تتبعون قانون الحكومة، وتذراية وحدة ما تمشي على القانون. إذا تطبق القانون علي وعلى الفقير، ما تطبق القانون عليك أنت. ليش؟ شنو يعني؟ أنت نبي وصي؟ شنو الفرق؟ ليش أنت تأخذ فلوس الحكومة وتأخذ فوقها راتب 4 سنوات تطلع تقاعد، وهذا اللي قاطع القهر خادم لفد 35 40 سنة ما يطلع تقاعد، ولا هذا محصل قطعة قاع 100 متر. ليش؟ ذاك يمشي عدل مو مخافة من الله، يمشي عدل لأن شنو؟ يحب الاحترام والقانون، ولا مخافة من القانون. يعرف الله موجود بس يمشي عدل. اكو بهم اللي يعرفوني راح اقول في الشيء اللي انا صاير بيه، وانا كنت بالخارج. اللي يعرفني خليه يكتب، ما يعرفني خليه. انا افصلكم، انا امشي على الرصيف بايسكل سرعة بسيطة، طلعت سيارة من جراج بيت، طخت السيارة، طلعت المرة من السيارة قالت لي تعال اوديك للمستشفى حتى لو ما بيك شيء، الحساب الكشفي علي، تتوسل بي حتى لو ما بيك شيء امشي. شنو هذا يدل عليه؟ يدل على الاخلاق والضمير. ما اقول لك الكل، ما احكي على الكل العراقيين، لا تتوقعون بان احكي على الكل، انما اكو ضمائر، اكو انسانيه، اكو مسلمين، اكو شيعه، اكو. انا احكي على البعض، احكي على الحكومه كلها، الفاسدين الحراميه اللي انت تصوم وتصلي وتحج كل سنه وبراس فلوس ارباح النفط مال الشعب العراقي كله. كل واحد يستلم له 50 60 مليون 10 ملايين راتب بالشهر،
والشعب العراقي كله جوعان. انا واحد من عندهم قاعد ايجار كهرباء 200,000 مال سنه كامله. ليش ما عندك مخافه الله؟ عسبالك انت عايش 1000 سنه على ساعه ياخذ الله امانته. شو تجاوب ربك؟ وين مدتها الفلوس؟ شو تسوي عمرك؟ عسبالك الحج مالتك مقبول؟ شنو من انتم البشر يابا؟ ذول الكفار المسيح واليهود اشرف من عندنا، احسن من عندنا دي يعيشون. ليش؟ عنده عقل. انا غض النظر على السوالف اللي دي يسووها، من العلاقه؟ اكو اشياء مو زينه وحرام دي يسووها، اي انا ما انكرها، بس اكو انسانيه يا بني ادم. كافي بوق مليت. هذا اشتغل هالمحل بيوميتي 5000 دينار وما تكفي، يا دوب تكفي. مع الاسف عليكم، عيب عليكم يا بني ادم. كافي. والسلام عليكم ورحمه الله.